أنا أحمد محمود من قناة ذاكر دراسات، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، طلابي وطالبات صف الثاني الإعدادي، النهاردة نشرح الدرس الأول من الوحدة الثانية من الجغرافيا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ درس توزيع سكان وطننا العربي. أول حاجة في الدرس بتقول سكان الوطن العربي. سكان الوطن العربي بينتمون إلى أصل واحد. كل سكان الوطن العربي بينتموا لأصل واحد، وتجمعهم وحدة المكان واللغة والتاريخ. كل الوطن العربي بيتكلم اللغة العربية بس مختلفة في نطقها شوية. تجمع وحدة المكان واللغة والتاريخ. وثلاثة، يدين معظم سكان الوطن العربي بالدين الإسلامي. أول حاجة نمو سكان الوطن العربي. تقوم الدول العربية بعمل تعداد سكاني دوري كل 10 سنوات مثل مصر، و5 سنوات مثل الأردن. ما المقصود بالنمو السكاني؟ هو زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. لاحظ أن تعد مصر أقدم الدول العربية في عمل التعداد السكاني، يعني مصر أقدم الدول العربية في عمل تعداد سكاني. سكان الوطن العربي في تزايد مستمر، عمالين يزيدوا 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 يزيدوا. دللي ان سكان الوطن العربي عمالين يزيدوا، حيث بلغ عدد سكان الوطن العربي 437 مليون نسمة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2022، بنسبة 5.5% من سكان العالم. ويعد نمو سكان الوطن العربي من معدلات النمو المرتفعة، حيث بلغ 2.6% أسباب ارتفاع النمو السكاني في الوطن العربي: الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية. في الزيادة الطبيعية زيادة معدل المواليد وزيادة معدل الوفيات. أما الزيادة الغير طبيعية الهجرة. أول حاجة الزيادة الطبيعية، يرتفع معدل الزيادة الطبيعية في الوطن العربي بما تفسر على ذلك بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. ما المقصود بالزيادة الطبيعية؟ هي الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. يعني ياخدوا عدد المواليد وعدد الوفيات ويطرحوهم من بعض يجيبوا الزيادة الطبيعية. انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي: تحسين الأحوال الصحية وارتفاع مستوى المعيشة وتقديم الرعاية الطبية للأطفال. تقديم الرعاية الطبية للأطفال. بالرغم من ذلك ترتفع معدلات الوفيات في بعض الدول العربية مثل فلسطين وسوريا والعراق والصومال، بما تفسر على ذلك بسبب انتشار الحروب وكثرة المجاعات. تاني حاجة الزيادة الغير طبيعية. احنا خدنا الزيادة الطبيعية، وتاني حاجة الزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة. تؤثر الزيادة الغير طبيعية على النمو السكاني. دلل على ذلك حيث يزيد عدد سكان الدول المستقبلة للمهاجرين مثل دول الخليج. يعني في ناس مثلا بيهاجروا من مصر يروحوا دولة تانية، كده التعداد السكاني بتاع مصر قل
والدولة التانية التعداد السكاني بتاعها زاد. يعني مثلا واحد من مصر، واحد مشي من مصر راح دولة تانية، يبقى مصر هتنقص واحد والدولة التانية هتزيد واحد. عشان كده هي دي الزيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة. ما المقصود بالهجرة بقى؟ هي انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة أو العمل. 2. توزيع السكان في الوطن العربي. بيتوزعوا السكان في الوطن العربي، توزيعتهم يعني في الوطن العربي. يختلف توزيع السكان في وطننا العربي من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة. مناطق الكثافة السكانية، المناطق اللي هي فيها كثافة سكانية عالية جدا، مرتفعة الكثافة جدا، فيها كثافة عالية جدا، مثل وادي النيل ودلتا في مصر وجنوب دولة السودان، ده كله عشان نهر النيل. أما مرتفعة الكثافة مثل شمال العراق وشمال سوريا وبعض المناطق في سواحل الوطن العربي. متوسطة الكثافة مثل بعض الجهات الساحلية في بلاد الشام وشمال إفريقيا اللي هي المغرب العربي. 4. منخفضة الكثافة مثل هضبة الشطوط بالجزائر وشمال ليبيا وإقليم مريوط. 5. نادرة الكثافة، مفيهاش سكان خالص، ودي طبعا أكيد يعني مفيهاش سكان في الصحاري العربية كالصحراء الكبرى وغيرها. السكان ما بيكون قليل جدا في الصحراء عشان مفيش مية خالص، نادرة الأمطار، ومفيهوش زرع كتير. عشان كده بيقدر بكل الكثافة السكانية في الصحراء العربية كالصحراء الكبرى وغيرها. 3. العوامل التي تؤثر في توزيع سكان الوطن العربي. هي العوامل اللي بتأثر في توزيع سكان الوطن العربي؟ العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. العوامل الطبيعية 3: موارد المياه والتربة الخصبة والأنشطة الاقتصادية والتضاريس. أما العوامل البشرية الصراعات والحروب والمناخ والنقل والمواصلات. أولا العوامل الطبيعية: موارد المياه والتربة الخصبة. يتركز السكان في السهول الفيضية، بيتركز السكان في السهول الفيضية حول مجاري الأنهار مثل نهر النيل. وأماكن سقوط الأمطار، بيتركزوا في أماكن سقوط الأمطار عشان يزرعوا على الأمطار. و3 مناطق المياه الجوفية بالواحات. لو خدت بالك موارد المياه والتربة الخصبة، العوامل الطبيعية يتركز السكان فيها عشان بتقوم عليها الزراعة، يعني السهول الفيضية بيقوم عليها الزراعة وسقوط الأمطار ومناطق المياه الجوفية بالواحات. 2 التضاريس. يتركز السكان في المناطق الساحلية، يقل السكان فوق الجبال، بيقلوا جدا فوق الجبال. 3 المناخ. يتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل والممطر، يعني المناطق اللي هي يكون فيها مطر عشان يقوم بالزرع عليها، ويكون المناخ في الحتة اللي هم قاعدين فيها مناخ بتاعها يكون معتدل. لازم المناخ يكون معتدل، عشان كده بيتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل والممطر. ويقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار والجاف، مفيش مطر، مش هتقوم زراعة ولا هتقوم أي حاجة، عشان كده بيقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار والجاف. لاحظ أن سكان لبنان واليمن يفضلون سكن الجبال لاعتدال مناخها. يعني سكان لبنان واليمن بيفضلوا سكن الجبال. ليه يعني؟ لأن سكن الجبال بيكون معتدل في المناخ. ثانيا العوامل البشرية. العوامل البشرية تأثر توزيع سكان وطننا العربي بالعديد من العوامل البشرية، ومنها: 1 الأنشطة الاقتصادية. تؤثر الأنشطة الاقتصادية على إيه بقى؟ على كثافة السكان وتوزيعهم. دلل على ذلك حيث ترتفع الكثافة في
المناطق الزراعية والمدن الصناعية مثل القاهرة والإسكندرية بمصر، ومناطق التعدين مصادر الطاقة يعني لتوفير فرص العمل وارتفاع الدخل. تنخفض الكثافة السكانية في المناطق الرعوية مثل الصحاري العربية اللي هي المناطق اللي بيرعوا فيها الأغنام. 2. الصراعات والحروب. تؤثر الحروب على عدد السكان وكثافتهم برهن على ذلك، حيث يقتل أعداد كبيرة من السكان في الحروب. 2. يجبر السكان على ترك بلادهم كما في سوريا وفلسطين. 3. النقل والمواصلات. توافر وسائل النقل والمواصلات وتمهيد الطرق يؤدي إلى ارتفاع كثافة السكان برهن على ذلك، لأنها تجذب السكان للإقامة والاستقرار والعمل. 4. نمو المشكلة السكانية في الوطن العربي تحدث بسبب العلاقة غير المتوازنة بين عدد السكان والموارد المتاحة، وقد أدى هذا الخلل في توزيع السكان في الوطن العربي إلى وجود دول عربية ذات فائض سكاني وعجز سكاني. فائض سكاني لديها زيادة سكانية وقلة فيها الموارد وارتفاع معدل البطالة مثل مصر وسوريا. عجز السكان بيعجزوا فيها تعاني نقصا سكانيا وزيادة في الموارد كما في الدول الخليج العربية مثل السعودية والكويت. وكده يبقى خلصنا الدرس، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وشكرا مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.